بسم الله والابن والروح القدس لا واحد امين. حبايبي شباب تالتة ابتدائي، عاملين ايه يا حبايبي؟ كويسين؟ بنعمة ربنا هنشرح دروس الدين المسيحي علشان نبقى دايما ناجحين ومميزين. وعايزكم تحفظوا حاجة: ولاد ربنا دايما بيبقوا ناجحين، ولاد ربنا دايما بيبقوا ناجحين. فلازم نذاكر كويس جدا علشان خاطر نبقى دايما ناجحين وصورة حلوة لبابا يسوع. فبنعمة ربنا النهاردة هناخد الدرس الأول. اسمه ايه؟ اسمه الخليقة والسكوت. اسمه ايه؟ الخليقة والسكوت. وانا متأكد انكم كلكم عارفينها. مين اول واحد بابا يسوع خلقه في الدنيا دي كلها؟ هو آدم. ومين تاني حد اتخلق؟ هو حواء. فالقصة كلنا عارفينها، بس هنقول فيها بعض الحاجات اللي ممكن تجينا في الامتحان. وعلشان كمان مادة الدين المسيحي مهمة قوي، مش عشان حاجة، عشان دي ديننا ايماننا، فلازم نبقى عارفينه كويس قوي. يعني انا دلوقتي لما اجي اسألك على اسمك، ينفع ما تبقاش عارفه؟ لا طبعا، لازم تبقى عارفه كويس لان ده اسمك. ايمانك لازم تبقى عارفه كويس جدا، ده ايماني، دي الحاجة اللي أنا بمشي بيها ومعتقد بيها ومؤمن بيها ومستعد كمان أموت عشانها، فلازم أبقى مذاكرها كويس وعارفها كويس جدا. طيب، أول درس اسمه الخليقة والسكوت. أول حاجة عايزين نقولها: آدم وحواء كانوا في جنة عدن، وربنا خلق العالم كل ده في 6 أيام بس. وفي اليوم السادس خلق الله الإنسان، وقال الإنسان ده أحلى حاجة أنا عملتها، وقال نصنع الإنسان على صورتنا كشبهنا. وربنا خلق الإنسان يقدر يفكر ويختار اللي هو عايزه، وكمان خلق له الحيوانات وقعد يسميها زي ما هو عايز. فقال ايه ده أسنانه حادة، ممكن نسميه أسد. ايه ده بيقفز بين الأشجار، ممكن نسميه قرد. وقعد يسمي الحيوانات كلها واحد واحد: الزرافة والأسد والنمر والفيل وكل الحيوانات اللطيفة اللي ربنا خلقها دي. وربنا وصى آدم وصية جميلة جدا ومهمة جدا. قال له: بص يا آدم، أنا خلقت لك شجر كتير قوي 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 في جنة عدن دي، واحدة بس اللي ما تاكلش منها، هي شجرة معرفة الخير والشر، لأن أنت يوم ما هتاكل منها هتموت. طب يعني يا مينا هنا لما انا اكلت فعلا من الشجرة ديت هموت؟ لا، مش ده القصد ان انت تموت كده وروحك تفارق جسدك. القصد في الموت ان انت تنفصل عن الله وما يبقاش ليك علاقة حية بيه. ولما انت بتعمل خطية بتنفصل عن الله وبتموت موت روحي، واوعوا تعملوا كده. المهم ايه اللي حصل في قصتنا؟ بعد ما ربنا خلق آدم خلق حواء وقال لهم: اتبسطوا في الجنة زي ما انتوا شايفينها وجميلة زي ما انتوا شايفينها، وكلوا من كل الشجر ما عدا شجرة معرفة الخير والشر. لكن الحية ظهرت لحواء على هيئة ثعبان كبير. حية يعني ثعبان كبير. وأغرتها، قالت لها: الحقي، دي الشجرة دي جميلة قوي، دي الشجرة دي ثمارها جميلة قوي، ما تاكلي منها. قلت لها: انت يوم ما هتاكلي منها هتبقي زي ربنا، عارفة الخير والشر. وفعلا حواء كلت، ومش بس هي، أكلت معاها آدم. وأول ما كلوا من الشجرة انفصلوا عن الله وماتوا موت روحي. وبعدين أول ما أكلوا من الشجرة ديت عرفوا آدم وحواء أنهم عريانين. صنعوا لأنفسهم ثيابا من أوراق التين لكنها جفت ووقعت. بعد كده ربنا قال لهم: آدم آدم أنت فين؟ نادى الله آدم، وآدم قال له: سمعت صوتك في الجنة فخشيت لأني عريان فاختبأت. وشعر آدم وحواء بالخوف لأنهم لم يطيعوا وصية ربنا وبعدوا عنه. لكن الله لم يترك آدم وحواء عريانين. الله بنفسه المرة دي اللي صنع أقمصة من جلد لآدم وحواء. وفضل آدم وحواء منتظرين مجيء ربنا عشان يرجعوا تاني يتكلموا معاه
ويبقوا في حضرته وفي وجوده. ولما جه ملء الزمان يعني الوقت المناسب، ربنا جه من العذراء مريم في بيت لحم، وبشرت الملائكة الرعاة وقالت لهم ان هم هيولد لكم ملك هو اللي هيخلصكم من العالم ده كله ومن الخطية اللي عملها آدم وحواء. وربنا جه على الأرض وفدى الإنسان، والسما اتهللت وفرحت بمجيء ربنا، وكل العالم خلص بميلاد ربنا يسوع المسيح. الآية بتاعت الدرس حلوة قوي، بتقول إيه؟ بتقول وقال الله نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا. وقال الله نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا. تكوين 1:26. وقال الله نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا. تكوين 1:26. نتعلم من الدرس دوت ان اي وصية ربنا بيقولها لنا لازم نطيعه. وربنا عمل لنا الوصية علشان خاطر عارف ان دي الطريقة اللي هنعرف نحيا بيها معاه ونحيا بيها بسلام. لان لما بننفصل عن ربنا بنفقد رجائنا ونفقد سلامنا وبنفقد سعادتنا في حياتنا. ربنا معاكم يا حبايبي، ذاكروا كويس علشان الامتحانات قربت، والمجد لله دائما ابديا امين. بسم الله والابن والروح القدس لا روح الامين. شباب تالتة ابتدائي الحلوين عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا ناجحين وفرحانين وبتذاكروا، الامتحانات قربت. الدرس التاني اسمه ايه؟ اسمه الفداء في العهد القديم. اسمه ايه؟ اسمه الفداء في العهد القديم. وهناخد حاجة النهاردة اسمها الحية النحاسية. اسمها ايه؟ الحية النحاسية. ايه موضوع الحية النحاسية ديت؟ هنعرف. زمان خالص كان شعب بني اسرائيل، شعب ربنا، موجود في ارض مصر، وكان مستعبد جدا جدا، وكان متضايق، والفراعنة او المصريين كانوا بيعاملوهم معاملة قاسية قوي. وصرخوا لربنا وقالوا يا رب انقذنا، يا رب خلصنا. صرخ الشعب لربنا في ارض مصر لان فرعون كان بيستعبدهم وكان دايما بيضايقهم. وقال الرب لموسى ادخل الى فرعون وقول له انه يخرج شعبي من ارض مصر. طب هل هيرضى ويستجيب؟ فرعون فضل معاند قوي، وقال انا مش هخرج الشعب ده من ارضي. بعد كده تعرضت ارض مصر ل10 ضربات، وخرج شعب الله من ارض مصر بعد انشق موسى البحر. وعبور البحر الاحمر ده كان بيشير لحاجه مهمه قوي يا حبايبي. كان بيشير لايه؟ بيشير للمعموديه. ومشيوا في البريه ورا موسى في طريقهم اللي ربنا وعد ان الارض دي هتبقى بتاعتهم. وصار الشعب في البريه سنوات وسنوات، والله كان بيرعاهم ويحميهم ويوفر لهم الطعام والشراب اللي محتاجينه. وفي يوم ملقوش اللي بياكلوه، فصرخوا لربنا وطلبوا، قال يا موسى انت جبتنا في البريه عشان نموت؟ احنا عايزين ناكل. ربنا ما سابهمش وجاب لهم اكل جميل قوي قوي قوي. جاب لهم حاجه اسمها المن والسلوى. المن ده يا حبايبي طعمه عامل زي الرقاق. عارفين الرقاق اللي ماما بتعمله؟ اسمه ايه؟ اسمه المن. طعمه عامل كده جميل قوي، عامل زي الرقاق. والرقاق ده بيشير للسيد المسيح، خبز الله النازل من السماء. وكمان السلوى ديت عامله زي طيور السمان، لحمه جميل قوي كده وجميل. فربنا كان بيجيب لهم المن والسلوى، مفيش دلع اكتر من كده. ولما عطشوا في البريه عادوا برضو بيتذمروا على الله، وربنا خرج لهم ميه من الصخره. والميه من الصخره دي كانت تشير للسيد المسيح اللي كان موجود على عود الصليب. عاد الشعب برضو وتذمر على الله وقال له المن ده طعمه سخيف، كرهناه. وما شكروش ربنا على رعايتهم ليه طول السنين. ايه اللي حصل؟ الحيات والتعابين هجمت الشعب وعضت ناس كتير قوي ولدغتها بسمها القاتل. وصرخ الشعب لموسى وقال له احنا اسفين يا رب، احنا اعترفنا بخطايانا، صلي يا موسى لاجلنا عشان ربنا يرفع غضبه عننا. طيب تفتكروا ربنا هيستجيب لهم ولا هيتركهم؟ هنعرف. ربنا فعلا سمع لصلاة موسى وقال لهم اصنع يا موسى حية نحاسية، يعني شكل حية بس من نحاس، وضعها على راية كبيرة فوق عشان كل شعب بني إسرائيل يشوفها. وكل اللي اتلدغ من الحية ديت ونظر للحية هيخف على طول. يعني لو واحد اتقرص من الحية ديت واتلدغ وحطت السم بتاعها فيه وبص على الحية النحاسية ديت، كل اللي بينظر للحية النحاسية ديت بيشفى.
وكانت الحية النحاسية دي حبايبي بتشير للرب يسوع المسيح اللي اتعلق على عود الصليب، وكل اللي بينظر إليه بينال الحياة وبيخلص من الموت بتاعه وبيحيا حياة أبدية. بس كده الدرس خلص، ودرس سهل قوي وجميل. الآية سهلة بقى وجميلة، بتقول إيه؟ كما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان. كما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان. يوحنا 3:14. الآية سهلة والدرس جميل، ذاكروا علشان الامتحانات قربت. ولاد ربنا دايما لازم يبقوا ناجحين علشان خاطر يبقوا نور العالم وملح الأرض. ربنا معاكم يا حبايبي ويفرح قلوبكم، والمجد لله دائما ابديا امين. بسم الاب والابن والروح القدس لان واحد امين. شباب ثالثه ابتدائي الحلوين عاملين ايه يا حبايبي؟ يا رب تكونوا دايما بتذاكروا شاطرين، لان ولاد ربنا دايما معروفين ان هم لازم يبقوا ناجحين. بنعمه ربنا النهارده هناخد درس جميل جدا جدا. اسمه ايه؟ اسمه الصداقه الحقيقيه. الصداقه دي حاجه جميله قوي قوي يا حبايبي، ان انت يبقى عندك صديق بتحبه، دي حاجه حلوه قوي. زي مين في الكتاب المقدس؟ ها؟ شاطرين، برافو عليكم. زي داود ويونسان. عارفين قصة داود؟ هنشرحها كده بحاجة بسيطة. داود ويونسان، داود دوت اللي كان جه واحد كده طويل وعريض وضخم جدا اسمه جولياط، وكان بيعاير شعب ربنا، بيقول لهم انتوا الهكم معاكم، فين الهكم؟ ده انا عمال امشي كده وسطكم وعاير الهكم وعايركم واقول عليكم كلام مش كويس. داود كان غيران قوي، قالك ازاي انتوا سامحين ان واحد زي دوت يعاير شعب ربنا؟ فين غيرتكم؟ وفعلا داود كان شجاع لان ربنا كان معاه، وجي كده قدامه وفعلا انتصر عليه بالنبلة وبالحجر، وهوب جاب الحجر هنا في قورته ووقع جولياط. راح جاب سيف جولياط وقتله، وانتصر داود عليه بقوة رب الجنود. ايه اللي حصل بعد كده؟ الشعب كان مبسوط قوي بداود، وقالوا الله يا داود خلصتنا من جولياط، برافو عليك يا داود. والشعب حب داود جدا. وفعلا كان ساعتها شاول الملك شاف داود كده لقى ولد جميل وبسط منه جدا. بعد كده لقى ان ابنه اسمه ايه؟ ابن الملك شاول اسمه ايه؟ اسمه يونسان. يونسان حب داود جدا جدا جدا. وكمان كان في حاجة مهمة قوي، يونسان ده كان ابن شاول، يعني ابن ولي العهد، يعني هو اللي كان هيبقى ملك بعد شاول الملك. رغم كده ربنا اختار داود انه يبقى الملك بعد شاول. طيب هل ده بقى ضايق يونسان؟ زعل يونسان؟ خالص، لانه كان بيحب داود قوي. قال له يا صاحبي يا داود يا حبيبي، انا عمري ما هتخلى عنك، هفضل معاك وهسندك عشان ربنا يقويك على الخدمة اللي انت رايحها ديت، ان انت تبقى الملك بعد ابويا. وفعلا فضل داود ويونسان يبقوا صحاب. واحدة واحدة كده لما لقى شاول ان الشعب بيحب داود اكتر منه شوية، اتغاظ منه، وروح ربنا فرقت شاول الملك، وجه عليه روح رديء، وفعلا بدأ يغير من داود، وكان بيحاول يطارده. ومش بس كده، كان بيحاول يقتله. لما شاف يونسان كده ان ابوه بيحاول يقتل صاحبه، راح له قال له ليه يا بابا بتعمل كده؟ ده داود ده صاحبي وحبيبي. راح شاول زعق يونسان قال له امشي، ما تفتحليش في الموضوع ده تاني، انا بعمل حاجة معينة مالكش دعوة بيها. وفعلا يونسان اتضايق بس خاف على داود، وراح قال له خلي بالك يا داود من نفسك، خلي بالك علشان خاطر ابويا بيحاول يطاردك وبيحاول يقتلك. وفضل رغم كده يحبه، مع انه يا حبايبي ان هو المفروض يونسان ده يبقى الملك بعد شاول، لكن عشان خاطر ربنا اختار داود ما كانش عنده اي مشكلة، لانه كان بيحب داود كنفسه. بعد كده اللي حصل، كان في حرب معينة كده حصلت، وشاول ويونسان ماتوا في الحرب. داود زعل قوي قوي قوي، لان ده صاحبه حبيبه مات في الحرب. زعل جدا جدا فوق ما تتخيلوا، وقال يا يونسان ده انت كنت صديقي، ده انت كنت بتحبني قوي، ده انت كنت بتخاف عليا. بس داود مسكتش. بعد ما داود كان ملك قعد يدور على حد من ولاد يونسان
لقى واحد يا حبايبي اسمه مفي بوشت. اسمه ايه؟ اسمه مفي بوشت. دور عليه ولقاه ودخله بيته ودخله القصر بتاعه وقال له انت من هنا ورايح تاكل على مائدتي وتعيش في قصري اكنك واحد من عيلتي. ده ابوك كان صاحبي وكان حبيبي، كان يونسان الجميل الصديق الحلو اللي حب داود زي نفسه. نتعلم ايه يا حبايبي؟ نتعلم ان لما تلاقي فيه واحد صديقك حلو مؤدب بيحب ربنا بيخاف عليك بيسمع وصايا ربنا بيسمع كلام بابا وماما بيخليك يبقى صورتك حلوة قدام الناس بيعلمك حاجات حلوة، لازم تمسك فيه وما تسيبوش ابدا ابدا ابدا. الآية بتاعت الدرس النهاردة بتقول ايه؟ بتقول الصديق الامين معقل حصين ومن وجده فقد وجد كنزا. يعني ايه؟ يعني لو انت لقيت صديق حلو فعلا اكنك دخلت كده في قلعة كبيرة ومحدش يعرف يخترق القلعة دي، لان هو صديقك بيحفظ سرك وبيخاف عليك ودايما معاك. ومن وجده فقد وجد كنزا، يعني لو انا لقيت صديق حلو اكني لقيت كنز كبير. مش انت لو لقيت كنز هتفرح وتتبسط؟ انت برضه لو لقيت صديق حلو اكنك لقيت كنز. نقول آية تاني، الصديق الامين معقل حصين ومن وجده فقد وجد كنزا. يشوع بن صراخ 6:14. ربنا معاكم يا حبايبي ويفرحكم. ذاكروا كويس علشان الامتحانات قربت، والمجد لله دائما ابديا امين. بسم الله والابن والروح القدس لان واحد امين. شباب تالتة ابتدائي الجمال عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بتذاكروا علشان خاطر الامتحانات قربت. النهارده معانا الدرس الرابع واسمه ايه؟ اسمه الصلاة الربانية. يعني ايه يا حبايبي الصلاة الربانية؟ الصلاة اللي بنصليها كل يوم اللي هي بنقول ايه؟ ابانا الذي في السماوات. حلو قوي. الصلاة دي مهمة جدا وجميلة جدا لان اهميتها علشان خاطر بابا يسوع نفسه اللي علمنا ازاي نصليها. جاله كده في مرة احد التلاميذ وقال له يا رب علمنا ازاي نصلي. قال لهم كده لما تيجوا تصلوا قولوا ابانا الذي في السماوات. نعم، ابانا الذي، الله، يعني الله ده ابويا؟ ايوه يا حبايبي، الله ده ابونا. لما بنيجي نصلي في الكنيسة بنقول ابانا الذي في السماوات. امتى صرنا ابناء لله؟ برافو، في المعمودية. لما بننزل جرن المعمودية ونطلع منه بنتولد من الماء والروح زي ما بابا يسوع قال، فبنصير كلنا اولاد الله وكلنا في الكنيسة اخوات. مش بتحس في الكنيسة وانت في مدارس الاحد ان انتم كلكم عيلة واحدة؟ طبعا بنحس ان احنا عيلة واحدة. عشان كده بابا يسوع قال لما تيجي تصلي قول ابانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك. يعني ايه يا حبايبي الكلام ده؟ يعني انت كل حاجة بتعملها في الفصل في المدرسة في الكنيسة هل بتمجد ربنا وبتشهد له؟ أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم. يعني ايه يا حبايبي؟ يعني هل احنا لما بابا يسوع بيجيب لنا طعام جسدي وطعام روحي بنبقى مبسوطين بيه ونشكره عليه؟ يعني ايه يا حبايبي طعام جسدي وطعام روحي؟ طعام الجسدي اللي احنا عارفينه، الاكل ربنا جايبه لنا، الفول، البطاطس، البيض، الجبنه، اللحمه، الفراخ، الحاجات اللي ربنا قال لنا ناكلها بنشكر ربنا عليها ولا لا؟ ده الطعام الجسدي. ايه بقى الطعام الروحي؟ الطعام الروحي اللي ربنا اداهولنا عشان ارواحنا تكبر وتتغذى، زي الصلاه والصوم وقرايه الكتاب المقدس وانك تروح مدارس الأحد. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا. يعني إيه يا حبايبي؟ هل أنا لما في واحد صاحبي بيضايقني أو أي حد من عيلتي بيضايقني بسامحه واغفر له، ولا بفضل فاكر له الإساءة ومنساهاش أبدا؟ لو إحنا عملنا كده بابا يسوع بيقول لنا ما تعملوش كده يا حبايبي، ما تعملوش كده، لأن زي ما أنا بسامحكم أنت سامح أخوك علشان أبقى مبسوط. زي ما أنا بسامحكم أنت كمان لازم تسامح أخوك. زي ما أنا بسامحكم لازم أنت تسامح أخوك.
واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. وآخر حاجة ربنا طلبها منهم لما نصلي، أو طلبها مننا لما نيجي نصلي، إن احنا نقول له يا رب ما تدخلناش في تجربة ونجينا من كل فعل الشيطان، علشان يا رب نعيش في سلام وأمان معاك. هي دي يا حبايبي الصلاة الربانية، سهلة جدا وأكيد كلكم حافظينها. الآية بتاعت الدرس بتقول كل ما تطلبونه في الصلاة مؤمنين تنالونه. يعني إيه؟ يعني أي حاجة تطلبها من ربنا، تطلبها من بابا يسوع في الصلاة وإنت عندك إيمان، بابا يسوع هيجيبها لك حسب مشيئته، حسب مشيئته، علشان خاطر نبقى أولاد ربنا دايما ناجحين ومميزين. كل ما تطلبونه في الصلاة مؤمنين تنالونه. متى 21:22. ربنا معاكم يا حبايبي، صلوا وذاكروا علشان الامتحانات قربت. ربنا معاكم ويفرح قلوبكم، والمجد لله دائما أبديا آمين. بسم الله والابن والروح القدس الآن واحد آمين. عاملين إيه يا حبايبي؟ النهاردة في درس جميل قوي قوي قوي. اسمه إيه؟ اسمه أحب عائلتي. مين هنا بيحب العيلة بتاعته؟ أكيد كلنا، لأن أحلى حاجة في الدنيا ومن الحاجات الحلوة اللي بابا يسوع جابها لنا في حياتنا إن إحنا عندنا عيلة حلوة. الدرس النهاردة بيقول إيه؟ الدرس اسمه أحب عائلتي، وبيشرح قصة واحدة اسمها راعوس. اسمها إيه؟ راعوس ونعمة. هنشرح الأول مين هي نعمة. نعمة ديت كانت واحدة متجوزة واحد وعندها ولدين، وكانوا عايشين في بيت لحم في اليهودية. حلو؟ وبعد كده حصل مجاعة في المنطقة اللي كانوا عايشين فيها، راحوا سافروا بلد اسمها مؤاب. لما سافروا بلد اسمها مؤاب، البلد دي ما كانتش بلد تعرف ربنا، ما كانوش بيعبدوا ربنا. الولدين ولاد نعمة اتزوجوا زوجتين، واحدة اسمها عرفة وواحدة اسمها راعوس. واحدة اسمها عرفة وواحدة اسمها راعوس. بعد 10 سنوات حصل أمر صعب قوي. نعمة زوجها وولادها الاتنين ماتوا للأسف. وقالت نعمة لراعوس وعرفة خلاص، اللي انتوا كنتوا قاعدين معايا بسببه ان انتوا كنتوا متجوزين ولادي ماتوا، فخلاص ارجعوا، انا هروح بلدي عشان المجاعة خلصت، بلدي اللي هي في بيت لحم، وانتوا ارجعوا بلدكم او وافضلوا في بلدكم مؤاب واتجوزوا تاني. عرفة فعلا عملت كده ورجعت بلدها مؤاب، لكن راعوس قالت لها لا يا نعمة، انا رجلي على رجلك، هتشوفي انت هتروحي فين انا وراكي، حيثما ذهبتي اذهب وحيثما بتي ابيت، شعبك شعبي والهك الهي، اللي انت هتروحي فيه انا معاكي. قالت لها لا ارجعي. ابدا راعوس ما وافقتش ابدا. فعلا راعوس رجعت مع نعمة لبيت لحم، وفضلت معاها وقاعدة معاها وعايشة معاها بتخدمها. راعوس راحت حقل واحد اسمه بوعز عشان تلم السنابل. بوعز ده كان شخص جميل جدا وتقي وطيب وبيحب ربنا. لما لقى راعوس كده بنوتة حلوة ورجعت مع حماتها عشان تساعدها وتخدمها، راح لقاها مناسبة جدا ان هو يتجوزها. وفعلا هم كانوا قرايب واتجوزها، وربنا كافئ راعوس ان هي جابت ولد جميل قوي اسمه عبيد. وعبيد دوت جد داود النبي اللي جه من نسله ربنا يسوع المسيح. وبكده راعوس بقت جدة السيد المسيح، وربنا كفأها ان في سفر في الكتاب المقدس مكتوب باسمها اسمه سفر راعوس. ومش بس كده، بقت جدة للسيد المسيح علشان جابت عبيد اللي هو جد داود النبي اللي جه من نسله السيد المسيح. الدرس ده جميل قوي يا حبايبي، ويعلمنا دايما نحب عيلتنا ونخدمهم، وخصوصا الناس الكبار، يعني تيتا، بابا، ماما، جدو. لما يبقوا عايزين مننا حاجة لازم نسمع كلامهم، لان دي عيلتي واكتر ناس بتحبني. الآية بتاعت النهاردة جميلة قوي. بتقول ايه الآية؟ الكلام اللي قالته راعوس لنعمة، قالت لها ايه؟ قالت لها حيثما ذهبتي اذهب وحيثما بتي ابيت، شعبك شعبي والهك الهي. حيثما ذهبتي اذهب وحيثما بتي ابيت، شعبك شعبي والهك
إلهي رعوس 1:16. ذاكروا كويس يا حبايبي، الامتحانات قربت، ربنا معاكم ويفرح قلوبكم. خلوا بالكم علشان ولاد ربنا معروفين ان هم لازم يبقوا ناجحين. ربنا معاكم ويفرحكم، والمجد لله دائما ابديا امين. بسم الله والابن والروح القدس لله واحد امين. حبايبي تالتة ابتدائي، النهارده هناخد الدرس السادس، هو درس مهم جدا جدا جدا. اسمه ايه الدرس ده؟ اسمه الشهادة لربنا يسوع المسيح. يعني لازم تبقوا اقوياء كده، تحركوا نفسكم عشان هنشهد النهارده لربنا يسوع المسيح. مين جاهز معايا؟ مين؟ برافو عليكم، يلا بينا. هناخد قديس عظيم قوي. اسمه ايه؟ اسمه القديس ابانوب النهيسي. اسمه ايه؟ القديس ابانوب النهيسي. ليه بقى اسمه القديس ابانوب النهيسي؟ علشان هو كان مولود في قرية اسمها قرية نهيسة، ونهيسة دي كانت في محافظة اسمها محافظة الدقهلية. وهو في مرة في القداس كده سمع ابونا بيشجع الناس وبيقول لهم ان الملك دقلديانوس بيعذب المسيحيين وبيؤمر كل الناس ان هم يعبدوا الاوثان. ابانوب اتضايق، وهو كان غني، قال لك لا، انا لازم اشهد للمسيح، مش هينفع اقعد كده. راح عمل ايه؟ راح لقرية سمنود في محافظة الغربية، وساعتها قابل والي سمنود وقال له انا اؤمن بربنا يسوع المسيح. والي سمنود قال له طفل صغير، قال له ازيك يا حبيبي، عامل ايه، اخبار؟ لطفه كده وقال له ازيك يا حبيبي، عامل ايه؟ ده انا هديك حاجات حلوه، ده انا هجيب لك حاجات حلوه، ده انا مش عايزك بس كده تبقى حامي شويه، خليك كده لطيف معايا. قال له بقول لك ايه، هتعمل اللي هتعمله، انا مؤمن بربنا يسوع المسيح. راح قال لك لا، ده مش هيجيبها لبره. طب عذبوه بقى، ورينا هيعمل ايه. فعلا عذبه قوي. طيب هل ده هيخلي ابانوب ان هو يكسل او يحيد عن ايمانه؟ ابدا. وفعلا عذبه عذابات كتيرة قوي. ظهر له الملاك ميخائيل وقواه وقال له يا ابانوب خليك ثابت على اللي انت فيه، انت محبتك لربنا شديدة جدا. ابانوب اتبسط قوي قوي وفرح لما الملاك ميخائيل جاله. بعد كده والي سمنود زهق وتعب، قال لك بص انا هبعته لوالي اتريب، هو بقى يتصرف معاه. وفعلا وهم في الطريق حصل حاجة غريبة جدا. الملاك ظهر لأبانوب وقواه، ولما شافه كده راح والي سمنود والجنود اللي معاه كلهم امنوا بربنا يسوع. ياه، بعد ما كانوا بيعذبوه هم نفسهم امنوا. وده يعلمنا يا حبايبي لما احنا نبقى مأمنين بربنا يسوع المسيح، حتى الناس اللي ما كانتش بتحبنا او كانت بتضايقنا، لما يلاقونا عندنا امانة وقوة ومحبة لربنا يسوع، هم يبقوا مسيحيين زينا ويحبوا ربنا زينا لما يشوفوا ايماننا الحلو وثباتنا في المسيح. تمام. طيب بعد كده ايه اللي حصل؟ فعلا راح عند والي اتريب. والي اتريب اتفاجئ، ايه ده؟ ايه يا والي سمنود، انت بقيت مسيحي؟ ايه يا ابانوب في ايه؟ هو انت طفل يعمل كل ده؟ وفعلا كل الناس كانت بتشوف ايمان القديس ابانوب وكانت مستعجبه ازاي طفل صغير يعمل كل ده. والناس كانت بتشوف ابانوب وتتعلم منه ويقولوا نؤمن بإله ابانوب، نؤمن بإله ابانوب، نؤمن بإله ابانوب. بعد كده والي اتريب قال لك لا، ده مفيش فايده، احنا هنبعته لوالي اسكندريه هو بقى يتصرف. فعلا راح ابانوب عند والي اسكندريه وامر والي اسكندريه بقطع راسه بعد ما عذبه عذابات كتيره. وفعلا ابانوب نال اكليل الشهاده وبقى ليه مكان حلو قوي في السماء لانه شهد لربنا، وفي ناس كتير قوي امنوا بسبب ايمان القديس ابانوب. ده يعلمنا ايه يا حبايبي؟ يعلمنا ان احنا نبقى مأمنين بربنا يسوع المسيح، حتى لو هتيجي على حياتنا لما نموت واحنا بنحب بابا يسوع ومأمنين بيه، يبقى لينا مكان حلو قوي في السماء وربنا يبقى مبسوط بينا جدا، ونبقى زي القديسين العظام، ونلاقي بقى ماري جرجس وماري مينا والقديس ابانوب وابو سيفين وكل القديسين الحلوين اللي احنا بنحبهم. الآية بتاعت النهارده حلوة قوي، بتقول ايه؟ بتقول كن امينا الى الموت فسأعطيك اكليل الحياة. كن امينا الى الموت فسأعطيك اكليل الحياة. رؤية 2 آية 10. رؤية 2 آية 10. ربنا معاكم يا حبايبي ويفرح قلوبكم. ومين هنا بقى اسمه ابانوب؟ اللي اسمه ابانوب يتشفع بقى بالقديس ابانوب. ربنا معاكم يا حبايبي ويفرح قلوبكم، والمجد لله دائما ابديا امين.